عمرك تخيلت إن في طيور عمرك ما شفتها؟ كائنات شكلها وسلوكها أغرب من الخيال. النهاردة هتدخل عالم من أغرب الطيور في العالم. طيور لو شفتها في الواقع هتقف مكانك من الصدمة. في طيور شكلها غير طبيعي، وفي طيور تانية سلوكها أغرب. كمل معايا للآخر، لأن كل ثانية جاية أغرب من اللي قبلها، واللي جاي ممكن يكون أول مرة تشوفه في حياتك. هتشوف معايا أغرب وأعجب الطيور في العالم. بس الأول ناخد حسنتين ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عبده من قناة عين الحياة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا. الناسك البرونزي. الطائر ده بيعيش في الغابات الاستوائية بأمريكا الجنوبية، وبيتميز بريشه البني اللامع اللي شبه اللون البرونزي. كمان عنده منقار طويل ورفيع بيساعده يوصل لرحيق الأزهار بسهولة، ويعتبر من أسرع الطيور الطنانة في الطيران. صخور الأنديز. الطائر ده بيعيش في الغابات الجبلية بمنطقة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. الذكر بيتميز بريش برتقاني أو أحمر فاقع يخطف الأنظار، ومعاه عرف كبير فوق راسه بيديله شكل غريب ومميز جدا، ويعتبر من أجمل الطيور في العالم. المطوط ذو الحاجب الفيروزي. الطائر ده بيعيش في الغابات والمناطق المفتوحة بأمريكا الوسطى. بيتميز بريشه الجميل، خصوصا الحاجب الفيروزي اللامع في عينيه، وأشهر حاجة فيه ديله الطويل اللي بينتهي برشتين دائرتين، ودايما بيهزوا يمين وشمال بشكل مميز جدا. القتزال البراق. الطائر ده بيعيش في الغابات السحابية الكثيفة بأمريكا الوسطى. بيتميز بريشه الأخضر اللامع اللي بيظهر كأنه متلألئ، وصدره الأحمر الزاهي. أما الذكر فليه ديل طويل جدا بيخليه واحد من أجمل وأشهر الطيور في العالم. البافن ذو الخصلتين. الطائر ده بيعيش على السواحل والجزر الباردة في شمال المحيط الهادي. بيتميز بريشه الأسود ومنقاره البرتقالي الكبير، وأشهر حاجة فيه الخصلتين الصفر اللي خارجين من ورا عينيه، وبيخلوا شكله مميز ولطيف جدا. طائر الأرجوس العظيم. الطائر ده بيعيش في الغابات الاستوائية بجنوب شرق آسيا. بيتميز بريش بني مزخرف بنقوش تشبه العيون، لكن أكتر حاجة فيه مبهرة هي أجنحته وريشه وديله الطويل جدا اللي بيفردهم في موسم التزاوج في عرض مبهر يخطف الأنظار. النسر المصري أو الرخمة. الطائر ده بيعيش في مناطق واسعة من أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا. بيتميز بريش أبيض مع أجنحة سوداء ووجه الأصفر المميز، ومن أغرب صفاته إنه من الطيور الذكية جدا، وبيستخدم الحجارة علشان يكسر بيض الطيور الكبيرة وياكل اللي جواها. الببغاء المكرم. الطائر ده بيعيش في غابات جزيرة كاليدونيا الجديدة. بيتميز بريشه الأخضر الزاهي، وأشهر حاجة فيه الريشتين السود اللي فوق راسه واللي شبه القرون، وده اللي اداله شكله الغريب والمميز. أبو مركوب. الطائر ده بيعيش في المستنقعات والبحيرات بأفريقيا. بيتميز بحجمه الضخم ومنقاره العملاق اللي شكله شبه الحذاء، وعشان كده اتسمى بأبو مركوب. كمان نظراته الحادة وشكله الغريب بيخلوه واحد من أكتر الطيور رعبا وإثارة للدهشة في العالم. أوروبندولا مونتيزوما. الطائر ده بيعيش في الغابات الاستوائية بأمريكا الوسطى. بيتميز بريشه الأسود اللامع مع ديل أصفر زاهي، ومنقاره الطويل اللي طرفه برتقاني، وأشهر حاجة فيه صوته الغريب جدا، وكمان طريقته العجيبة في بناء أعشاش طويلة ومتدلية من أغصان الأشجار العالية. طائر الماليو. الطائر ده بيعيش في جزيرة سولاويزي بأندونيسيا. بيتميز بريشه الأسود اللامع وبطنه الفاتحة، وكمان عنده نتوء مميزة فوق راسه. ومن أغرب الحاجات اللي فيه إنه بيدفن بيضه في الرمال الدافية أو التربة البركانية، وبيسيب حرارة الأرض هي اللي تقوم بمهمة حضانة البيض بدل ما يقعد عليها. طائر النساج. الطائر ده بيعيش في المناطق الزراعية والغابات المفتوحة بجنوب آسيا.
بيتميز بلونه الأصفر الزاهي في موسم التزاوج مع أجنحة بنية، وأشهر حاجة فيه مهاراته المذهلة في بناء أعشاش معقدة ومتدلية من أغصان الأشجار لدرجة إنها بتبان متصممة بإيد مهندس محترف. تراكو أحمر العنف، الطائر ده بيعيش في الغابات والسافانا بأفريقيا. بيتميز بريشه الأخضر الجميل والعرف الأحمر الزاهي فوق راسه، واللي بيديله شكل مميز جدا، وبيتغذى بشكل أساسي على الفواكه خصوصا الموز. أبو قرن العملاق، الطائر ده بيعيش في الغابات الاستوائية بالجنوب وجنوب شرق آسيا. بيتميز بمنقاره الأصفر الضخم اللي فوق نتوء كبيرة شبه الخوذة، وده بيديله شكل مهيب جدا. كمان عنده أجنحة واسعة وحجم كبير بيخلوه واحد من أضخم وأشهر الطيور في موطنه. طائر الشمس، بيعيش قرب الأنهار والمستنقعات بأمريكا الوسطى والجنوبية. بيتميز بريشه البني المزخرف، ولما بيفرد جناحاته بتظهر ألوان ونقوش مبهرة تشبه أشعة الشمس. طائر الغاق أو غراب البحر، بيعيش على السواحل والبحيرات حول العالم. بيتميز بريشه الداكن ومهاراته الكبيرة في الغوص، وبيقدر يصطاد الأسماك تحت المية بسرعة ودقة. طائر الجنة الرائع، بيعيش في غابات غينيا الجديدة. بيتميز بريشه الأسود اللامع وصدره الأزرق الزاهي، وبيشتهر برقص التزاوج مدهشة بتخلي شكله كأنه جاي من عالم تاني. طائر المظلة طويل الغبب، بيعيش في غابات أمريكا الجنوبية. بيتميز بعرف أسود كبير فوق راسه وكيس طويل متدلي من رقبته، وده بيديله شكل غريب ومميز جدا. أبو سعن الإفريقي أو اللقلق المرابط، بيعيش في المستنقعات والأنهار بأفريقيا. بيتميز بمنقاره الكبير جدا وشكله المهيب وريشه الأبيض مع أطراف داكنة، وبيصطاد الأسماك والضفادع في المياه الضحلة. كبرى هدهدية، بتعيش في الصحاري والمناطق الجافة في أفريقيا والشرق الأوسط. بيتميز بلونه الرملي اللي بيساعده يختفي في الصحراء، ورجليه الطويلة ومنقاره الرفيع، وبيتحرك بسرعة على الأرض يدور على الحشرات. الحبار الكوري، بيعيش في السافانا والمناطق المفتوحة بأفريقيا، وده يعتبر من أكبر الطيور الطائرة هناك. بيتميز بحجمه الضخم وريشه البني المموه، وبيمشي أكتر ما بيطير، وبيعتمد على الجري للهروب من الخطر. كيركساروس، بيعيش في الأراضي الرطبة والمستنقعات في جنوب آسيا وأستراليا. بيتميز بطوله الكبير ولونه الرمادي مع رقبة حمراء في الجزء العلوي، وبيشتهر بصوته العالي ورقصات التزاوج المدهشة. دجاج غينيا النسري، بيعيش في السافانا بشرق آسيا. بيتميز بريشه الأزرق والأسود اللامع ورقبته الملونة وشكله الغريب اللي شبه الطيور الجارحة، لكنه في الحقيقة طائر أرض اجتماعي جدا. هورن بالأرض الجنوبي، بيعيش في السافانا والمناطق المفتوحة في أفريقيا. بيتميز بحجمه الكبير ولونه الأسود مع جلد أحمر أو أزرق في الوجه، وبيمشي على الأرض أكتر ما بيطير. النحام أو الفلامينجو، بيعيش في البحيرات المالحة والمستنقعات في أفريقيا وآسيا. بيتميز بلونه الورد المميز اللي بيجي من أكله زي الطحالب والروبيان، ورجليه الطويلة ومنقاره المقوس اللي بيساعده يفلتر الأكل من المية. الشبنم أو الكسواري، بيعيش في غابات آسيا وأستراليا وغينيا الجديدة. بيتميز بحجمه الضخم وريشه الأسود الكثيف، وكمان عنده خوذة صلبة فوق راسه، ويعتبر من أخطر الطيور في العالم بسبب قوته وسرعته ودفاعه الشرس عن نفسه. بومة النضارة، بتعيش في الغابات الاستوائية بأمريكا الوسطى والجنوبية. يتميز ريشها البني الغامق ووجود حلقات فاتحة حوالين العينين شبه النضارة، وبتكون صيادة ليلية بتعتمد على السكون والدقة في صيد الفرائس الصغيرة. طائر القيثارة، بيعيش في غابات أستراليا. بيتميز بديل طويل شكله شبه آلة الكسيارة، وبيقدر يقلد أصوات حواليه بدقة غريبة زي أصوات الطيور أو حتى أصوات الكاميرات والمعدات. النسر الأسمر أو النسر الأوراسي، بيعيش في الجبال والمناطق المفتوحة بأوروبا وآسيا وشمال أفريقيا. بيتميز بحجمه الضخم وريشه البني الفاتح ورقبته الطويلة،
ويعتبر من أهم الطيور الكنسة اللي بتنظف البيئة بأكل الجيف. طيهوج المرمرية الأكبر بيعيش في السهول الصحراوية في أمريكا الشمالية. بيتميز بريشه البني المموه اللي بيخليه يختفي وسط النباتات، وبيشتهر بعروض تزاوج غريبة بيطلع فيها أصوات وينفش صدره بشكل مميز. طائر رأس المطرقة بيعيش في المستنقعات والأنهار بأفريقيا. بيتميز بشكله الغريب وراسه اللي شبه المطرقة ومنقاره القوي، وبيشتهر ببناء أعشاش ضخمة جدا من الطين والأغصان. حمامة الأرض سميكة المنقار بتعيش في غابات غينيا الجديدة. بيتميز منقارها السميك وقوامها القوي ولونها البني البسيط اللي بيساعدها تختفي وسط الأرض، وبتقضي وقتها في المشي على أرض الغابة أكتر من الطيران. طائر البوتو أو طائر الشبح بيعيش في أمريكا الوسطى والجنوبية. بيتميز بعيونه الكبيرة جدا وريشه اللي بيخليه شبه جذع شجرة ميت، وده بيساعده يختفي تماما عن الأنظار في النهار، عشان كده بيتسمى بطائر الشبح. وصلنا لآخر الفيديو، لكن اللي شفته النهاردة كان مجرد جزء بسيط من غرائب الطيور، ولسه في أجزاء تانية كتير. فما تنساش تقولي في التعليقات ايه أغرب طائر شفته النهاردة، ولو حابب يوصلك أجزاء تانية اشترك وفعل زر الجرس، وادعوا لإخواتنا المسلمين في كل مكان. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.